شفت وردة أحلى وردة فتحت قبل الماء، قالت لي مبسوطة النهاردة في عيد ميلاد الفرح زاد. شفت وردة أحلى وردة فتحت قبل الماء، قالت لي مبسوطة النهاردة عيد ميلاد الفرح زاد. كل سنة وانت طيبة يا قلب ماما، أجمل بنوتة في الدنيا كلها وأجمل من يتم ال7 سنين في الكون كله. ربنا يبارك لي فيك يا رب ويشوفك دايما أحسن الناس ويحفظك من كل سوء وشر انت واخواتك يا رب العالمين. النهاردة بقى عيد ميلاد بنوتي، فعارفين ان احنا في ايام امتحانات ومفيش وقت نعمل عيد ميلاد كبير ولا نعزم ناس كتير وكده. فهو كان يوم يعني بالصدفة يوم عمتها جايين، يعني يومهم عند بيت ابوهم وكده. فايه عملنا بقى شوية حلويات كده عشان ايه نحتفل بيها، وهم جابوا لها هدايا والاطفال احتفلوا بيها، يعني ايه عيد ميلاد صغنن كده ايه. هنا كانت ماما بتعمل البسبوسه بس هي المقادير منزلتش معايا، مش عارفه ليه، ابقى انزلها لكم في فيديو تاني. وهنا بقى انا كنت بعمل الكيكه ام شوكولاته. مقاديرنا هنا كوبايه الا ربع زيت، كوبايتين ونص دقيق، نص كوبايه كاكاو. هننخلهم مع بعض مع باكو بيكنج باودر مع معلقتين نشا، ومعانا كوبايه سكر وكوبايه لبن ومعلقه خل و... وثلاث بيضات وكيس فانيليا. الاول هننخل الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر مع معلقتين النشا، عشان ايه يبقى مطلع الهواء اللي جواه كده وتبقى الكيكه هشه وجميله معانا. ونضرب مع بعض في الخلاط كوبايه الا ربع زيت، كوبايه لبن، كوبايه سكر، 3 بيضات مع معلقه الخل مع كيس الفانيليا. هنضرب كل ده في الخلاط وننزل عليهم ايه على المكونات الجافه. وطبعا ما ننساش ذره الملح عشان بتعدل يعني طعم الشوكولاته وكده. وهنضربهم كويس جدا بالمضرب العادي اليدوي عادي، ولو عندك مضرب كهربائي عادي، بس ايه المهم يكون في اتجاه واحد عشان ندخل الهواء جواها وتبقى ايه منفوخة معانا كده وعالية وجميلة. أنا هنا كده كنت بضرب الحاجات السوائل كلها، البيض مع اللبن مع السكر والزيت على ما يتضربوا كده. تعالوا بينا نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متنسوش تعملوا لنا لايكات كتير، واعملوا لنا اشتراك اللي ما اشتركش في القناة، واكتبوا لنا تعليق حلو زيكم، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. ويا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم وما تكونش مملة بالنسبة ليكم. هنا بضرب المكونات كلها كويس قوي في الخلاط عشان السكر ما يدوب معانا، والمكونات كلها ايه تندمج مع بعض كده ويبقى سائل ناعم كده، وننزله على الكيكة ونفضل نضرب في اتجاه واحد. نشيل الحاجة بقى كده ونجيب الكيكة ونعمل على مكان نظيف. ننزل بالخليط ده على المكونات الجافة ونفضل نضرب اهو شايفين في اتجاه واحد، ما بضربش عكس بعض. وهزود لها نص كوباية مية دافية عشان كوباية اللبن كان الدقيق معايا تقيل، كانت عجينة الكيكة معايا تقيلة فرحت مزودها نص كوباية دافية. هنا بقى كانت البسبوسة طلعت من الفرن، انا كده سبت الكيكة وبصيت على البسبوسة كانت طلعت. رحت ايه ساقيها بالشربات الخفيف، كوبايتين سكر على كوبايتين مية على عصرة ليمون، بسيبهم يغلوا 5 دقايق بس. واول ما البسبوسة تطلع يكونوا هما سخنين والبسبوسة سخنة، اقوم ايه ساقية بيه البسبوسة على طول واغطيها في ساعتها. هنا كده رجعت الكيكة معايا، شايفين القوام بتاعها. كان معايا صينية دهنتها دقيق، رشة من الدقيق وشوية من الزيت، ورحت ايه حاطة فيها الكيكة بتاعتي واخبطها خبطتين عشان اخرج الهواء منها واسويها، واقوم مدخلاها بقى في فرن درجة حرارة متوسطة على الرف الوسطاني. طبعا عشان عمتها عندنا ما ينفعش طبعا ايه ياكلوا حلويات كده وخلاص، فايه عملنا لهم غدا يتغدوا قبل الحلويات وقبل ايه العيد ميلاد ما يبتدي. عملنا لهم كده صينية بطاطس وعملنا لهم فراخ وشوية رز بشعرية. كده هعمل البطاطس، كنت عاملة قبل كده معاكم صينية البطاطس دي مع بعض وكان جميلة جدا. هنا معانا سمنة مع زيت، وهنبتدي ايه نشوح البصل
مقاديرنا عبارة عن بصل وفلفل الوان وطماطم وبطاطس متقطعة شرايح وسط. نشوح البصل الاول مع البهارات ونرجع نحط عليه فلفل الوان ونديله تشويحتين تاني، ونرجع نحط البطاطس ونبتدي نشوح فيها كده زي ما انتوا شايفين لغايه ما البصل والفلفل الالوان كله يدبل مع بعض، والبطاطس كده تحس انها داخله خلاص في السوا. اقوم نازله عليها بالطماطم، حاطه لها مكعب المرقه، حاطه لها شويه من السكر، وحاطه لها الملح بتاعها، مظبطه الملح بتاعها، واسيبها على النار. هسيبها على النار تكمل تسوية، وقبل ما تخش في السوا كده اقوم مدخلاها الفرن، فاتحة عليها فرن وشواية عشان وشها يتحمر معايا وهي تبقى حلوة. ودي كده الفراخ معايا، حبيتش انزل لكم الطريقة عشان الفيديو ما يطولش. هنا كده كانت حماتي هي اللي بتعمل حلويات. هنا كان بتعمل بقى الجلاش الملفوف بالكنافة. معانا كده كنافة، وهتحط عليها سكر بودرة، وهتحط عليها رشة جوزة الهند، ده كده جوزة هند، وتقوم حاطة عليها سمنة ومقلبة كله في بعض. طبعا الكنافة مقطعاها، وتجيب الصينية بقى تدهنها سمنة. لا لسه كده، لسه هتقطع تحط السمنة على الكنافة عشان تتحمر كده وتبقى حلوة في قلب الجلاش. هتدخل كل ده مع بعض، السكر مع جوز الهند مع السمنة. الكنافة مش منعمينها قوي، مخلينها زي فتل طويلة كده عشان نحطها نحشي بيها الجلاش. هتبتدي كده تقطعها القطع، وتقوم رصاها كلها في الصينية جنب بعض. وبعد ما تخلص خالص ده كده شكلها النهائي، تقوم حاطة على الوش بقى سمنة ومدخلينها الفرن تستوي. نرجع معانا هنا كده نعمل الرز. هنا كنا عملنا البطاطس والفراخ، نعمل بقى الرز. هنا كده حمرنا الشعرية بتاعتي في سمنة وزيت، وهنحط عليها الرز بتاعي كمية الرز اللي انتوا عايزينها، واسيبها بقى تستوي، فلفلة واسيبها تستوي. هنا معايا كيكة وبرتقان، معايا كوبايتين ونص من الدقيق هنخلهم كده، ومعايا معلقتين كبار من النشا، وبيكنج باودر. هنخل كل الحاجات الجافة دي مع بعض بالشكل ده، حتى البيكنج باودر عشان لو في اي تكتلات تفك معايا، والهوا كده يخش في الدقيق. هجيب بقى المكونات السايلة كلها. معايا كوباية الا ربع من الزيت حابين زيت على سمنة عادي، ومعايا كوباية ونص من المية، وهحط عليهم كيس تلج، ولو عندك برتقان طبيعي حطي كوباية ونص عصير برتقان. انا ما كانش عندي عصير برتقان فاستخدمت التلج، بيدي نتيجة حلوة جدا وطعم جميل جدا. ومعايا 3 بيضات، وكيس من الفانيليا، ومعلقة من الخل. وهضرب كل المكونات دي في الخلاط مع بعض. كوباية ونص من السكر، هضرب كل ده، هضربه كويس جدا عشان السكر يدوب معايا هو والبيض، وهنزل عليه بالمكونات الجافة. دي كده مقادير كيكة البرتقال. انزل كده وابتدي اضرب في اتجاه واحد لغاية ما القوام يتظبط معايا. شايفين لونها بيبقى لونها جميل وطعمها جميل جدا. هجيب معايا هنا بقى، نفضل نضرب، ونجيب معايا صينية هقوم حاطة فيها دقيق، رشة من الدقيق ومعلقة من الزيت، واقلبهم في بعض كده، واقوم نازلة عليهم بالخليط ده. شايفين القوام بتاع الخليط مظبوط وجميل. ههز الصينية كده عشان اخرج الهواء منها. هنا البطاطس كانت استوت معايا، ورحت اولع لها الشواية عشان تاخد لون، واحط كمان الفراخ معاها على الشواية. رصيت الفراخ كلها استوت في الحلة، فرحت رصاها كلها على شبكة البوتاجاز، رحت مولعة عليها الشواية عشان تاخد لون وتبقى زي المشوية. وفي الاخر بحطها في حلة، واقوم حاطة عليها الفحمة كده، اتحمرت معايا على الشواية، واقوم حطها في حلة وحط عليها الفحمة كده، فبقت فراخ مشوية. تعالوا بقى كده نشوف شكل حلوياتنا بعد ما استوت. شايفين اللهم بارك شكلها يفتح النفس ازاي.
كل حاجة استوت، الكنافة والبسبوسة والجلاش والكيكة، والكيكة مش شوكولاتة. والكيكة مش شوكولاتة عملت لها صوص شوكولاتة كده عشان ازينها بيه، وفرحت بنوتي. ما عملتلهاش عيد ميلاد بس قدرت افرح. يلا بينا نطفي الشمع.